السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، كي دايرين بخير وعلى خير؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير إن شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم غادي نبدا لكم في هذه الحلقة هذه على موضوع ديال القرعة الأمريكية وجميع المعلومات اللي كتخص بعض التدابير وبعض الاحتياطات اللي خاص الإنسان يديرها من يعني من الأ حتى لزيد، من اللي كيعرف الإنسان راسو راه خرجت فيه القرعة زعما جات فيه تم الاختيار ديالو، شنو خاصو يدير، شنو خاص يرد ليه البال، وشنو هما الحوايج اللي خاص يديرهم وشنو الحوايج اللي ما خاصهمش يديرهم. يعني حتى الانسان يشد الملف الاصفار ديالو ويشد الوثائق ديالو وتطبع الفيزا ويشد الباسبور ديالو المسائل ديالو ويمشي على بركة الله. اذا كما قلنا بالنسبه لواحد الملحوظه الاخوان، المصاريف ديال الطياره وهذه راه حاجه اللي زعما كتختلف عليها بزاف ديال الحوايج فيها كيختلفوا، بمعنى المصاريف ديال الطائره كيختلفوا من شركه لشركه ديال الطيران. يعني كاينين عده انواع ديال شركه ديال الطيران واللي معروفين بزاف واللي الاغلبيه كيستعملها بزاف، اللي هي الخطوط الوطنيه الملكيه المغربيه، لانها فيها امتيازات زوينين بحال النوع ديال الحقائب. كيعطيوكم جوج ديال الانواع ديال الحقائب الكبار ديال 23 كيلو وحده صغيره وحده ديال الحقيبه ديال الدار اللي تقدر تديها معك زعما المقصوره ديال الطائره. تاني حاجه كي غادي نهضروا على المبلغ اللي خاصك تدي معك للامريكان. هذه واحد الحاجه اللي خاص كل شيء يكون عارفه، انه كل ما ديتي واحد المبلغ اللي كتير راه مزيان ليك من واحد الناحيه، راه مزيان لك حيت تحتاج بزاف ديال الفلوس تمايا في البدايه. الانسان ما كيعرفش شحال خاصو يتسنى السوشيال، شحال خاصو يتسنى ديال الوقت باش يلقى خدمه، ما تعرف باي حاجه ممكن يعني الانسان يدير عياده البال ديالو بحال هاد المسائل هادو. اذا نبداو في الشرح ديال النوع ديال الحقائب اللي قلنا يسمح لك يعني باصطحاب 3 حقائب: حقيبة يد واحدة داخل حجرة الطائرة، زائد مجموع طول والعرض وارتفاع أصغر أو يساوي 115 ركزوا معايا مزيان، 115 سنتيمتر، والوزن لا يتجاوز 10 كيلوغرام. هذه الحقيبة الأولى. أما بالنسبة للحقيبتين اللي كبار على هذه، خص تكون المجموع ديالهم 158 سنتيمتر أو يكون الوزن ديالها أقل من 23 كيلوغرام. يعني إلا كان أكثر من هذا الوزن هذا راه ممكن زعما تكون عندك شي حقيبة اللي تخلص عليها، ماشي غير يردوك وإنما ممكن يردوك، ممكن تخلص، يقول يطلبوا لك تخلص شي مبلغ اللي كتير وانت ما معولش عليه ولا ما رديتيش معاه، ما ديتيش معاك فلوس زايده مثلا. مزيان. بالنسبه لحاجه تانية اللي هي استمارات دي اس 260. شنو هي استمارات دي اس 260؟ هي واحد البلاتفورم ولا واحد المعلومات كتخصك نتايا كبدايه. هذه كتكون اول حاجه كيديرها الانسان من مورا ما يعرف راسو راه تقبل في القرعه ديال الامريكان. شنو كيدير؟ كتمشي عند السيبير ولا تمشي عند شي مجموعه خاصه، شي جمعيه مكلفه بهاد الامور هذه، يقدو لك يعمروا لك هاد السيت هذا. كيدخلوا للسيت هذا، السيت ديال الاستماره ديال القرعه الامريكان خاصه به، هما كيعرفوه وحتى انت راه تكون عارفه بطبيعه الحال، كيتصيفط لك في الجيميل ديالك. المهم اللي خاصك تعرف هو ترد البال مزيان مع هاد لي زانفورماسيون اللي غادي تعمر، حيت كاينين فيهم شي حوايج خاصك ما ديرهمش وكاينين شي حوايج خاص ترد البال مني ديرهم. واهم حاجه خاص الانسان يديرها هي ترد البال لشي حوايج اللي كتنشرهم ولا كتبارطاجيهم في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كان فيسبوك سواء كان انستغرام سواء كان يوتيوب، اي حاجه. حيت من مورا هاد التعمار ديال دي اس راك كتدخل ولا واخا هي حاجه اختياريه، ولكن الانسان يرد البال ديالو. ماشي تقول انت انا راه ما عطيتش ليهم، ما دخلتش لي زانفورماسيون ديال مواقع التواصل ديالي في دي اس 260 صافي راه ننشر اي حاجه بغيتها وكذا. نو، مادام دخلتي الاسم ديالك، دخلتي الكنيه ديالك، دخلتي لي زانفورماسيون ديالك، دونك غتكون انت مسؤول على اي حاجه قلتيها سواء بالفم ديالك ولا كتبتي بالمنشور ديالك
الانسان يكون راد البال مزيان. يعني يستحسن انك تعيش واحد الحياه اللي عاديه، يعني هادئه جدا وعاديه، وما تحاولش نهائيا تكتب شي حاجه اللي خارجه على اطار مزيان، حتى لنا مزيان. بالنسبه لواحد الحاجه، واحد النقطه الاخوان، يعني كلشي كيسول على الوثائق اللي كيتم الارسال ديالها الى مركز كنتاكي يعني في 2023، وفي هاد الديفي ديال 2020 يعني ما مطلوبش انك تصيفط الوثائق ديالك للديفي المركز كنتاكي. كل ما عليك هو ما الاستمارة سميتها دي اس اللي قلنا ليها بشكل دقيق، تجنب فتح، وعاوتاني تجنب الفتح ديالها تكرارا ومرارا مزيان. دابا غادي نهضروا على الفحص الطبي. ركزوا معايا مزيان، ماشي مشكل، خذ ستيلو وورقه ونوطي مزيان هاد النويطات هادو اللي غنقول لك، وكتبهم مزيان وحطهم قدام، خصوصا الناس اللي جاهم ميساج بلي راه في الايميل ديالهم بلي راه وصلهم موعد المقابله. يعني الناس اللي عرفوا راسهم جاهم موعد المقابله مقبلين باش يمشيو يدوزوا موعد مع القنصليه، واخا كيكون واحد الفتره بيناتهم شهر ولا شهرين ولا شهر ونص، هز ورقه وستيلو وكتب هادي شناهي اول حاجه غديرها مني غادي تجيك هاد الرساله هادي ديال المقابله. غادي تصوني الطبيب غادي تشد موعد ديال الطبيب. كاينين 3 ديال الاطباء بالنسبه للمغرب، كاينين 3 اطباء محلفين لدى الهيئه الولايات المتحده الامريكيه، كاينين في الدار البيضاء. يعني كاينين 3 اطباء محلفين في كازابلانكا. 3 ديال الاطباء اللي كاينين غادي تحاول ما امكن تشد الرونديفو ديالك تقريبا على الاقل يكون سيمانه قبل يوم المقابله على الاقل، لان الانسان خاص يكون شاد الملف الطبي ديالو قبل ما يمشي يدوز المقابله. هذه نوطيو عليها مزيان. من شحال هذه كانوا ناس كيمشيو كيدوزوا مقابله حتى يعني بحال قال لك كدوز مقابله بالنسبه للملف الطبي حتى كتعاود تديه، ماشي مشكل. دابا لا، دابا وليتي الملف الطبي ديالك تديه معك اليوم المقابله، وهو الوثائق اللي خاصك تديهم معك، وهاد الوثائق هما هادو اللي غادي نذكرهم حاليا مزيان. دونك بالنسبه فيما يخص حاله الفحص الطبي، عند التوصل بموعد المقابله في بريد الالكتروني تقوم اولا بالذهاب الى الموقع الذي تسجلت فيه بالقرعه وتطبع ورقة المقابلة. بعدها تقوم بحجز موعد للطبيب فورا. هناك 3 أطباء محلفين في الدار البيضاء. بالنسبة للوثائق المطلوبة، قلنا الوثائق اللي مطلوبة غادي تحتاج جواز تلقيح على الأقل، تكون ضارب 2 ديال الجرعات، 2 البراري تكون ضاربهم على الأقل. ورقة موعد المقابلة اللي قلنا اللي كتكون تصافط لك في الايميل ديالك. الورقه اللي توصلتي بها راه تكون عارفه ديجا، تكون دخلتي. حتى اللي ما عارفش راه غادي نديرو باقي فيديو مقطع كيفاش كتشوف الورقه ديال كيفاش تجبد الورقه ديال يوم المقابله. غطبعها وتحطها، خود ستيلو ورقه وكتب هادشي. قلنا غتحتاج جواز تلقيح، وغتحتاج ورقه ديال موعد المقابله، وغتحتاج ورقة رسالة الفوز. هاد رسالة الفوز حتى هي اللي كتطلع لك النهار الاول، حتى هي ملي كتدخل لي زانفورماسيون ديالك وكتشوف واش نجحتي ولا لا. قلنا 3 د الحوايج. الرابعه غادي تحتاج جواز السفر وتكون نسخه منه، يعني فوتوكوبي ديالو، بطاقه التعريف لاكارت ديالك زائد النسخه منه. وغادي تحتاج البريد الالكتروني اللي عمرتي به في الدي اس، يعني اللي عمرتي به في الدي اس وتسجلتي فيه في القرعه. دير نفس الايميل، ما تحاول ما تبدلوش نهائيا، دير نفس الايميل. وغادي تحتاج هذا الايميل هذا، وغادي تحتاج شي معلومات بحال العنوان ديال المستضيف اللي غادي تمشي عنده، حيت ضروري كيخصك واحد المستضيف. اللي ما عارف شنو هو المستضيف يكتب لي باش نديرو فيه عليه فيديو ان شاء الله. وغتحتاج البكالوريا زائد نسخه منه، و4 ديال الصور ديال جواز السفر. بالاحسن ما ديرش 4، دير غير 2، يكون الحجم ديالهم 5x5، او لا دير 4 صور. لا دير غير 4 صور ديال 5x5، لا ماشي ديال جواز السفر. اذا كما قلنا المهم
دير 4 صور من نوع جواز السفر. دونك بالنسبه لجواز السفر ديالك